اللحام مش مجرد شراره وخلاص، اللحام هندسه ونظافه ايد. لو انت عايز حاجه تعيش معاك ما قدامكش غير حاجه واحده بس تعملها. في السكه مفيش حد هيشيل عنك، اللي بيسندك ورشه ابراهيم ابو شمه، عيش معاك مدى الحياه. تيجي من عند ابراهيم ابو شمه 3 سنين ضمان، حاجه محمله ولا في تسريب ميه ولا في اي حاجه. يا اسطى عبده، السقف ده بيرشح ميه؟ يا باشا احنا واثقين في شغلنا يابا والحمد لله. لو رشح ميه احنا في وشنا، احنا ضمان 3 سنين ان شاء الله. طب ماشي، الحموله اللي على الارضيه؟ الفرشه عموله وحمل زي ما انت عاوز. لو حاجه اثرت تعالى في وشنا برضه، هتسيب نعمل حاجه وبنشوف العيوب اللي في السنين الثانيه وبنعدلها يعني برضه السنين بتاعتنا. ماشي. طب السقف من فوق يتحمل؟ اه يحمل يا باشا، وعاملين شبكه فوقها برضه يعني فاهمني، لواحد برضه للبضاعه هي يابا كل حاجه تمام يا باشا. ماشي. والصاج اللهم صل على سيدنا محمد، الصاج مل ونص، صاج مل ونص يابا، صاج مل ونص اهو، حاجه عموله من الاخر. وعندك البيبان مل ونص برضو، حاجه برضو في وشنا برضو. طب ماشي، الصناديق الثانيه اللي احنا بنشوفها بتيجي تجشر من بره، الصناديق الثانيه دي هنا ايه؟ الصناديق الثانيه دي يا باشا انا بدي بطانتي يا باشا، والصندوق انا كده كده برضو بركنه في الشمس. يعني الزبون بعمل ليا قبل الزبون، يعني بعمل ليا قبل الزبون. يعني الحاجه اللي انا برشها بدي الخامات تقيله برضو وبرضو بظبط عليها، يعني بكلف عليها. ماشي. طب الشاسيه من تحت بتاع الصندوق؟ الشاسيه من تحت ارضيه عموله، ارضيه عموله تحمل زي ما انت عاوز. لو حبيت اطلع فوق السقف امشي على السقف هيستحمل معايا؟ يا حبيب قلبي انا عامل سلم اهو لواحد اهو ماشي يا باشا عشان اطلع واعمل اهو. مش على قد الصناديق المغلق بس، بفضل الله موجود التلابيس المغلق، واسعار برضو مناسبه للجميع، وعندنا صناديق مفتوحه لجميع الموديلات. بجد شغل فاخر من الاخر يا جماعة، بجد بما يرضي الله حاجة جامدة وصلبة. لا بجد ما شاء الله، مع عبد ابو شمة رقم 1 في المجال. مع عبد ابو شمه شغل فاخر من الاخر، رقم 1 في المجال. عنوانك فين يا عبد؟ شلشلمون، مركز منيا لمح الشرقيه، بجوار البنك الزراعي، ورشه الاسطى ابراهيم ابو شمه. والفرع الثاني بجوار حضانه الصحابه. ومعاك ان شاء الله الصناديق عموله، معاك ضمان 3 سنين. حاجه رشحت ميه من فوق، حاجه اثرت فتيجي في وش ثاني، حاجه فاخر من الاخر. نعمل لك الواجب